أيضا من أجل عدم حصول فلسطين على العضوية الكاملة. أيهما أقوى وأيهما أرجح في كفته؟ هذا ما عرفناه دائما من الجانب الغربي ومن التواطئ الغربي دائما مع الكيان الصهيوني، والجميع كان يعلم أن الدولة الفلسطينية مقامها في الاعتراف بها كدولة عضوة في الأمم المتحدة مقامها كان مقام الفشل. أذهب سريعا لسيد محمود الشناوي من داخل استوديو التحليل. سيد محمود، هل ترى أن هناك جديد فيما سمعناه من عدم الاعتراف؟ هذا الأمر كان متوقع، لم تخجل عندما أعلنت بكل وقاحة أنها سوف تستخدم حق النقد إذا نجح الفلسطينيون في الحصول على تأييد 9 أعضاء، وهو العدد المطلوب لتزكية مجلس الأمن للطلب الفلسطيني. فهذا أمر بالتأكيد كان متوقع، ولم يكن أبدا متوقعا أن تسكت الولايات المتحدة على مثل هذا الطلب الذي ترى به إخلالا في التوازنات القوى في منطقة الشرق الأوسط. نعم، الأمر مستغرب سيد محمود حقيقة أن السيد أبو مازن تحديدا أكد أنه يمتلك 8 أصوات وأنه يبحث عن التاسع. وفي كل هذه التصريحات وفي كل هذه المساعي الجميع كان يعلم كما أكدت أن حق الفيتو كان في انتظارهم. نعم. السؤال لماذا إذا كنت تسعى في هذا الاتجاه وتعلم أن نهايته سد، نهايته لا يمكن أن تكون كما تريد؟ هو الفلسطينيون لا يملكون الكثير من أوراق اللعب، لا يملكون فقط إلا الاستمرار في النضال والاستمرار في المقاومة والاستمرار في اتخاذ كل السبل، حتى وإن كانت تلك السبل تنبئ بوجود طرق مسدودة لتلك المطالب. لا يملك الفلسطينيون غير ذلك، لا يملكون قوة عسكرية، لا يملكون دعما حقيقيا من الدول العربية والإسلامية، وإنما فقط يملكون عبارات التأييد الجوفاء التي لا تقيم لها القوى الدولية وزنا. وبالتالي كان هذا هو الطريق الوحيد. وربما تصور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه عند الحصول على 9 أصوات سوف يجبر الولايات المتحدة على اتخاذ على استخدام حق الفيتو لمنع الموافقة في مجلس الأمن، وبالتالي تكون هناك وثيقة إدانة دولية ثابتة كما تم توثيق غيرها من الجرائم التي ترتكبها، الجرائم السياسية التي ترتكبها الإدارات الأمريكية تباعا ضد القضية الفلسطينية. وبالتالي عندما يحين وقت الحساب، ولا بد أنه سوف يحين، تقدم كل هذه الوثائق التي تدين الإدارات الأمريكية المتعاقبة ربما للحصول على ما يناسب من تعويض للشعب الفلسطيني الذي يعتبر الوحيد الذي بقي تحت الاحتلال مع دخولنا في الألفية الثالثة. نعم، سيد محمود، أنت تعلم مدى ثقتنا فيك حقيقة في كل ما تقوله، ولكن هل ترى بالفعل أن هناك أو من الممكن أن يكون هناك وقت يحاسب فيه هؤلاء الغرب على الأقل قريب؟ بالتأكيد هذا أمر لكل أمر إذا ما تم نقصانه، وهذا هو ما وعدنا به الله، أن تلك الكيانات الصهيونية التي تتحكم في العالم، وهذا العلو الكبير لليهود في العالم، هم الذين يتحكمون في القرار الأمريكي والقرارات الدولية كلها. لا بد أنهم سوف ينهارون عندما يحين وقت الانهيار وينتصر الفلسطينيون وينتصر العرب والمسلمون. أما متى يحدث هذا فهذا وعد الله ولا بد أن يتحقق. نعم، لكن الغريب حقيقة في هذه القضية برمتها سيد محمود أن الشعب الأمريكي يعلم أن إسرائيل واللوبي الإسرائيلية أو اللوبي اليهودي متحكم في قرار الإدارة الأمريكية، ومع ذلك يقبل بذلك. كيف أرى لا أرى كيف يورون هذا الموقف. لا، هو الشعب الأمريكي أنت إذا كنت قد زرت أمريكا أو أكيد اطلعت على ما يكتب في صحافتهم، هم مثل تلك الأخبار الدولية ليست لها الحضور الكبير مثل مثلا تخفيض الضرائب أو ظهور قانون للرعاية الصحية جديد، أو وجود مثلا بقعة زيت في نقطة مياه قريبة من الشواطئ الأمريكية أو إعصار أو ما إلى ذلك. تلك القضايا الدولية لا تهم كثيرا الناخب الأمريكي، وهذا عكس تصورنا.
مسألة إذا كان اللوبي اليهودي هو مجموعة ضغط محددة تتحكم في المنظومات السياسية التي تصل إلى ذروة النظام السياسي الأمريكي. أما الشعب الأمريكي فهو مشغول بأمور أخرى، وللأسف الشديد على عكس ما نتصور نحن فاشلون جدا في توصيل صوتنا للأمريكيين وتوصيل صوتنا للغرب، لأننا نخاطبهم بالعاطفة، والعاطفة لا تجدي نفعا مع مجتمع مادي. الغرب له قواعد ثابتة في التعامل مع الدول، ويرى إذا أجريت استطلاعا سوف تجد أن لا يقل عن 80% مثلا من المجتمع الغربي ما زال يعتبر أن إسرائيل دولة مظلومة، ومجرد إصابة امرأة بالرعب عندما يسكت صاروخ كاتيوشا وهو مثل صواريخ الأطفال التي نستخدمها في أعيادنا، هذا يفوق كثيرا تلك المشاهد الدامية التي كانت ذروتها عندما عرضت مشاهد قتل محمد الدرة وغيره. متى يعني كم استمر من الوقت للتعاطف مع الفلسطينيين بعد هذا المشهد المروع وغيره من المشاهد؟ إيمان حجو الطفلة ذات ال3 أشهر التي تم تقطيع أوصالها بقذائف يهودية. للأسف الشديد هم ما زالوا عندهم في الصورة الذهنية لإسرائيل أو الكيان الصهيوني المغتصب هي أنه واحة من الأمن والسلام وسط بحار من الظلام، والجميع يتحالف ضدها والجميع يريد تدميرها. وللأسف نحن نزكي تلك الصورة الذهنية بتصريحاتنا الجوفاء وصوتنا العالي وصواريخ التي تطلق هنا وهناك بدون أي يعني فائدة كبيرة للقضية، ولكن تسيء للقضية أكثر. سيد محمود، إذا لنذهب إلى الشأن الفلسطيني من الداخل مرة ثانية، حيث أنه بعد عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة، أصبح الآن الطريق هو الذهاب إلى المفاوضات مرة أخرى. لا، هي مسألة نعم. المفاوضات أنا لا أتصور أنها سوف تبدأ قريبا. يعني هناك شرخ كبير. يعني أثبتت الإدارة الأمريكية أنها وسيط غير نزيه في عملية السلام، وبالتالي يجب البحث عن وسطاء آخرين، ويجب استخدام بعض أوراق اللعب مع شيوع الربيع العربي، تغيير النظم السياسية التي كانت حائط صد للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في المنطقة. نعم، أذهب سريعا الآن إلى دكتور بركات الفرة، سفير فلسطين ومندوبها الدائم بالجامعة العربية. بداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يعني سعادة السفير، بعد عدم الاعتراف أو بعد فشل هذه الخطوة من جانب